الواحد في غاية الحزن من المشهد اللي وصلنا له، وأعني المشهد بين الشعب السوداني والمصري، وقلت لحضرتك ومر نضيفنا زارعها العسكر بين البلدين، مش وقت الماتش، لا، الماتش ده القشة التي قسمت ظهر البعير. دي مزروعة من سنوات طويلة. كمية رسائل بتصلني من الإخوة السودانيين بتخلي الواحد حزين جدا. أنا هعرض جزء من تلك الرسائل التي لا تتوقف الحقيقة، لأن عندي ردود كتاب مهمة. أستاذ المحترم، أنا بس عايز أعلق على حاجة واحدة مع إن أنا من رغابي في مباراة الأهلي والهلال في الهتاف العنصري بتاع العبيد هم. إذا الهتاف ده حتى لو هو ما موجود، الدولة المصرية عبر الإعلام والأفلام كانت بتشير إلى الحاجة دي أو بتسوق للكلام ده، تمام؟ فأنا عايز أتكلم على الناس اللي بيسوقوا عن الكلام ده، وإنه يتكلم عن ينظر على إنسانيين عبيد. أولا شيء، العبد لا يملك الحرية، تمام؟ ونحن كسودانيين الحمد لله عندنا الحرية. بمعنى شنو؟ الحرية مش عندنا بمعنى إنه الحكومة بتمنح علينا. يعني هسه أنا كسوداني قاعد في السودان ممكن أقول يا أخي الحكومة الحالية في السودان دي لا تمثلني، لأن لا ما قدرت أحقق لي الحاجة الاقتصادية اللي أنا دايرها، ولا الحاجة الصحية، ولا أي شيء، وحكومة فاشلة. ده أنا اللي بتقولوا إنه السودانيين عبد، أنا عندي الحرية أقول الكلام ده، تمام؟ أنت العامل فيها سيد عندك حرية تقول أي حاجة غلط في مصر؟ كمصري قاعد في مصر عندك الحرية، عندك الشجاعة، مش الحرية. هي أصلا ما في حكومة عالم بتمنح حرية لشعب، لكن الشعوب اللي عندها حرية متأصلة في ذاتهم هم اللي بيقدروا يواجهوا يفرضوا الحاجة دي. دي بتخلي الواحد حزين جدا. مبدئيا انا قلت لحضرتك اتمنى، وناس كتيره قالت الجمله دي اتقالت، العبيط اهو مش العبد اهو. الواحد والله يعني ظل الالام اللي فيها الامه حوار عبث ان يصل لكده، لكن الدنيا سخنانه بشكل كبير جدا. يعني خدوا مننا وانا بقول لحضرتك الدنيا مولعه، الدنيا مولعه. وكتير من طلع نفى هذا الهتاف، والعبيد هم. الجمله هذه الجمله الحقيره جدا 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 كلها 9 ثواني، يعني اللي بتاعها. وزي ما قلت لك الاستاد ده كان فيه كميه مخبرين تاريخيه زي ايام الامم الافريقيه كده، فوارد جدا الالاعيب. انا مش بدافع، انا بس بقول لك معطيات مهمه جدا جدا جدا. بتفق معاك في جزء وبختلف في جزء. الجزء اللي بتفق معاك فيه هو الجزء اللي عمله الاعلام والافلام، انا مش هختلف عليه. جريمه من جرائم اللي عملها العسكر في البلد، مش مع اشقائنا في السودان، مش مع اشقائنا في السودان بس. اللي هو انا عرضت، يعني لو بتتابعني بقول لك حتى القران بنفسره على معنى لاظهار ان احنا الشعب اللي ايه، والعسكر بتوع مصر ايه وبتاع، وناخد احاديث ضعيفه وقصه. يعني حضرتك احنا العسكر عامل زراميط في البلد دي. انا بتفق معاك في هذا الجزء بتاع الميديا والافلام والتعامل، لكن ده لعبه عاديه بامتياز. الجزء اللي بختلف معاك فيه بشده هو المعايير. اولا، اول شيء مصر والسودان نفس المعاناه، معاناه العسكر. مصر قعدت فيها الانقلابات العسكريه، ومبارك قعد 30 سنه، والبشير حكم 30 سنه، واحنا في نفس المعاناه. تاني حاجه، الشعب المصري دفع فعلا كتير من حريته، دفع فعلا كتير من حريته. وجماهير الاهلي وجماهير الزمالك كمان بقى على وجه الخصوص يا اخي دفعوا دم، مش من حريتهم، دفعوا دم. العسكر بتاعهم، وانت عارف وداري، مفيش حاجه خفيه. مذبحه بورسعيد ومذبحه استاد 30 يونيو ذبحهم. العسكر بتاعنا ذبح الجماهير، ذبحها. فما والجماهير دي والالترز ده كان معموره قلبا وقالبا. العسكر عمل فيهم مجازر بسبب هتافات الحريه، مجازر. تلك الجماهير كانت في الثوره وطلعت اغاني في غايه القوه ضد الحكم العسكري، واتعمل في مجازر واتحبسوا ولسه محبوسين لحد النهارده. الكابوهات بتوع الترس اللي كانوا بيقودوا هتافات الجماهير ممنوعين من الحضور. المخابرات عامله برنامج وبتختار الناس. انت عارف الناس ازاي حضرتك الاستادات عندنا؟ تعرف ازاي الناس بتخش الاستادات؟ ما حدش بيخش الاستاد في شك 1 في المليار.
الطبقه اللي بتخش السادات دي مش طبقه مختلفه تماما. والشعب المصري حضرتك شهداء كتير جدا اكتر من السودان، اكتر من اللي سقطوا من اجلها في السودان، لان الوضع في مصر اقدر واصعب من السودان بكتير. عندنا اكتر من 100,000 معقل، فالشعب بتاعنا مش ساكت. شعب كلبت عليه الامم يا صديقي اكتر ما حصل مع السودان. الناس متكلبه على السودان، عندنا مش ساكت. واعتقد انت عارف ان انا مش بدافع، بزعم اقول الحقيقه او ما نؤمن انه الحقيقه. القمع اللي حصل على الشعب المصري في السنوات الفائته غير مسبوق. احنا في نفس الازمه، والوضع عندنا اصعب بمراحل. تثميني لوقفه الشعب السوداني، مش محتاج اقول كلام، ما بنقول كلام انشا. يقينا هذا الصمود وهذا الاستمرار ممتاز جدا، لكن المقارنه ظالمه لما تيجي تقول ان دول ما خرجوا. لا، كلنا دافعين الثمن، اهالينا دافعين الثمن، وبقول لك اكتر من 100 معتقل والاف الشهداء. احنا اشقاء مهما حصل. ما تخلوش الغضب يعمي القلوب. رجاء من اخ مخلص. السلام عليكم أستاذ محتز المحترم. أنا عايز أقول عندما يتعلق الأمر بالسودان، خصوصا في مباريات كرة القدم بين الأهلي المصري أو الفرق المصرية ضد الأندية السودانية، فالحكومة المصرية والأمن المصري والمخابرات المصري بتتحكم في قرارات الكاف. بمعنى إنه هم بيتخوفوا من إنه الجماهير السودانية المتواجدة في المباريات مثلا مع الأهلي يقوموا يرفعوا شعارات سياسية، مثلا شعارات العدوية أو الشعارات بتاعت ترس الشمال اللي هي البساطة اللي بتيجي معاملة حاجات بضايع للسودان، ونحن ما مستفيدين منها، مستفيدين الحكومة المصرية فقط. فكل الحاجات دي الحكومة المصرية بتخاف إنه يسوروها السودانيين في المدرجات أو غيره. فهم في مصر قادرين يتحكموا في اي زول بيدخل الاستاد، بيقدروا عليه يعني مثلا انه ما يتكلم وما كده لانه، لكن في السودان ما حيقدروا يتحكموا في الجماهير. فهم الخايفين منه يحصل من الجمهور المصري هناك. هنا ده ما خايفين، هنا ده ما بيقدروا عليه. هنا خايفين برضه من الجمهور السوداني، يعني ما قادر يقولوا الجمهور المصري هناك في الجماهير السودانيه هنا. فدي الحقيقه اللي بتخلي انه الحكومه المصريه والكاف اي مباراه في السودان يمنع من حضور الجماهير، لأنه الكاف أصلا ذاته بنفس أجندة سياسية بتاعت المخابرات والأمن المصري. تمام. الحاجة الثانية، أي إعلام يعني في أي بلد، ودي ليه يعني ممكن تحصل مشاحنات حتى بين الدول العربية في أي مباراة. يعني مثلا ممكن إحنا نلعب مع فريق تونس مناشدات وكده، لكن ممكن تلقى إعلامي تونسي لو الفريق السوداني عنده حق في حاجة والجمهور التونسي غلط، ممكن يتكلم في الجمهور التونسي ويقول غلط. إعلام يكون داخل تونس أو في المغرب أو الجزائر أو في السودان. اللي في مصر ما بتلقى إعلامي داخل مصر بيتكلم عن أي تجاوز من أي فريق مصر أو جمهور أو كده. ليه؟ لأنه في مصر الإعلام بيمشي في خطى الحكومة. بمعنى شنو؟ إنه ورقة كده بتداله هنا الأمن ولا كده، يا أخي يقول إنه المباراة دي كانت جيدة والجمهور كان جميل وإنه الناس بتحب بعض وكده. عشان كده قبل الكورة يعني مهما مستحيل تلقى لك إعلام يتحدث عن إنه في بادرة داخل مصر إنه الكلام اللي قالوه المصريين إذا كان العبيط أو العبيد أو أولاد أو الكلام اللي بدون مؤاخذة الكعب ده كله، ما حتلقى إعلامي داخل مصر حيتكلم عن الكلام ده. برضو متفق مع حضرتك في الجزئيه وبختلف معاك في الجزئيه الاولى، ان تحكم السيسي في الكاف دي صعبه شويتين، لانه لو عنده القدره لكده كان قدر يمنع جماهير المغرب والجزائر وتونس انها تحضر. اعتقد الموضوع ممكن يكون فيه مبالغه شويه انه منع الجماهير. قدرات السيسي ووساخته مع اكدنا عليها يعني ما توصلش لكده، ولا قدرات الاهلي كان ينقل مباراه نهائي كاس افريقيا من المغرب وما عرفش، فانا بستبعد ده. لكن بتفق معاك ان الاعلام في مصر نجس نجاسه غير مسبوقه، وبيلعب دور سيء في تأجيج الفتن بين الشعوب. حضرتك المصري بيلعب دور حقير جدا ونجس في تأجيج الفتنه بين ابناء الشعب المصري، فيعني مش يعمل اي حاجه، ده مركوب حتى الدجى الاعلام المصري. واللي حصل وقت مصر والجزائر خير دليل. بتفق معاك تماما. يا جماعه نحاول نصفي القلوب بالله عليكم. عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأخ الإعلامي محتز مطر.
لك التحية والتجلي والاحترام والتقدير، والتحية لكل شعب مصر المحترمين فقط، الفئة المحترمة ما كل الفئة. أول حاجة ما حدث في مباراة الهلال والأهلي طبعا ده شيء نحن كنا متوقعينه. أنا والله من الناس يعني متبع الأحداث كلها، وأقول لهم يا أخواننا والله العرب يعني المباراة حقت الهلال والأهلي دي حتفصل بين السودان وبين وهم أصلا داعية دي، والحمد لله نحن حننفذها اليوم كويس. أول حاجة رسالة دايرة تصل للسيسي كبيرهم، دايرة تصل لجمهور للإعلام المصري. أول شيء الإعلام المصري هو في 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 ذل الشخصية السودانية. الإعلام المصري هو الزال للشخصية السودانية كويس. مقياسا على ذلك خلينا أنا في كثير من القنوات العربية بيقولوا المصريين بيبتزوا الشخصية السودانية فعلا حقيقة، لأن بيجسدوا السودانية في بواب، في مراسلة، في عاهرة، والحمد لله نحن ما عندنا عاهرة. الثاني الإعلام القمصي حاليا ده الجديد العادة يعني زي ما كنتوا بتبتزونا في المسلسلات في الأفلام زي ما قالوا دي، يعني نحن بنقول هذا حياة مسلسلات وحياة ماشي كويس. فأما الإعلام القمصي ده طبعا قام إعلام صهيوني، يعني الفكر حقه صهيوني. للأسف الشديد المباراة دي تم تحميلها بكل الحاجات اللي مزعله اخواتنا في السودان من فترة طويلة جدا 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 بسبب سياسة العسكر. للأسف ده الواقع المؤلم. للأسف الإعلام المصري حضرتك ما قلت لك مرتكب جرائم شنيعة جدا في حق شعبه وفي حق الشعوب العربية. الإعلام المصري إعلام العسكر راكبه من أيام أحمد، بيانات أحمد كان اسمه إيه بتاع صوت العرب الله يرحمه، احمد معلش والله سامحني رمضان بقى وكده. حضرتك احنا جرائم اعلامنا غير مسبوقه، لكن الاعلام ده الوجه القميء للعسكر، ده الوجه القميء للعسكر.